سلام، مرحبا بكم في قناتي كويزين أم هيثم للوصفات السهلة. اليوم جبت لكم هاد الطاكوس بلا خبز تاع التورتيه، بلا ما تشروه، بلا ما تقعدي تطيبيه، يعني كل شيء تعمريه ضربة واحدة وتطيبيه. أسهل من هكا ما كانش. هنا نروح نشوفوا 220 مليلتر تاع الماء، زوج مغارف تاع زيت، مغرف تاع ملح، نخلطهم هنايا مليح، ومن بعد نبدا نلم بالفرينه. هنايا درت نص مغرف آه تاع باكي خميرة الحلويات، يعني نص كيس، 5 غرام تاع خميرة الحلويات، ماشي خميرة تاع الخبز. بقيت هنا نلم في العجينة تاعي حتى وين تولي عندي عجينة ماشي كيما تاع البيتزا مطلوقة بزاف، يعني عجينة طرية وماشي يابسة، القوام تاعها يكون شباب. هنا بلا ما نغسل يدي قعدت نلم فيها حتى وين العجين بروحه طار من يدي. المهم العجينة ما تيبسوهاش. قعدت انا هنا نلم فيها غير بشويه حتى وين تلمت لي كاع ورجعت عجينه اطريه. هنا غير دقيقه برك لميتها وخليتها تريح. جبت هنايا نص صدر تاع دجاج قطعته، درت له شويه ملح والتوابل تاوعنا اللي هما كركم، فلفله حمراء وسكنجبير، شويه تاع حرور وشويه تاع كرويه، مع مغرف صغيره تاع لاموطاط وقد زوج مغارف تاع زيت. هنا خلطتهم كاع مليح وديتهم يتقلاو. في نفس الوقت جبت تاني زوج حبات تاع بطاطا قطعتهم وتاني هما حطيتهم يتقلاو. الوقت اللي تقلاو لي هما ووجدوا رجعت للعجينه تاعي. هنا العجينه خليتها قريب 45 دقيقه، يعني حتى نقلى لي الدجاج والبطاطا. راهي هنا هايله خفيفه وراهي دايره الفقاعات. هنا عجينه راهي ناجحه مليار، دات وقتها في الراحه غايه. هنا الكرة هنايا قسمتها على زوج، وكل كرة قسمتها على 3. هنا جاوني 6 حبات والحبة السابعة خرجت لي صغيرة. بقيت انا هنا نحل. علاش قلت لكم ديروا خميرة تاع الحلويات باش لاباط تاعكم تجي رقيقة بزاف. هنا حليتها رقيقة باش كي نعمر الطاكوس تاعي يجي ما يجيش معجن، تجي العجينة رقيقة بزاف ويجي هو طري ونفس الوقت مقرمش، يجي خفيف. هنا عمرت العجينة تاعي كاع هنا بالحشو، درت شوية فرماج رابي، شوية تاع بطاطا مقلية مع شوية تاع الدجاج والفرماج. هنا تبغوا ديروا لي صوص ديروا اللي تبغوه. انا هنا درت غير هاد النواشف هكا وصاي، درت عليهم شوية فرماج وبلحت هنايا. هنا كي راني نبلح فيه راهي العجينة رقيقة بزاف، ما تخافوهاش كاع تجيكم معجنة. هنا قطعت كاع هادوك الزوائد وزدت حليت بالحلال مليح. وهنا كي غادي طيب ما غاديش تنتفخ، لانه الخميره تاع الحلويات ما تنفخناش العجينه، تعطيها غير خفيه وصاي، ماشي كيما الخميره تاع الخبز. هنا لو كان درت الخماره تاع الخبز مهما رققت العجينه تاعي غادي تعاود تنتفخ لي ويجي العجين غليظ. طيبتها هنايا، طاجين كان ديجا دايرته يحمى، وقعدت نطيب فيها على الجوانب غير بشويه كيما نطيبوا الخبز تاع التورتيه عادي. طيبت كاع الجوانب تاوعه حتى وين يتحمر لي، وتجيكم العجينه هايله ما تديلكمش بزاف الوقت. بقيت نحمر فيها كيما هكا حتى وين طابت معايا كاع ووجدت. ما تخافوا العجينه تاعكم لا تتقطع لكم لا والو. زدت هنا معاكم الحبه الزاوجه، حليت العجينه تاني رقيقه مليح ودرت لها الفرماج وشويه تاع بطاطا مع شويه تاع الدجاج، وهنا درت لها الفرماج والعجينه ثاني رققتها مليح وقفلتها. هنا كي تكونوا تاني تقفلوا فيها ما تخافوهاش وما غاديش تنتحل لكم، لا غير تتبلعوها عادي. زدت طيب تاني الحبة الزاوجة معاكم، قاع من الجوانب تاوعها حتى وين وجدت، وكانت هذه هي النتيجة. هنا راني مصورة معاكم 3 حبات و3 حبات طاروا من الطاجين.
نقول لكم جربوهم غادي يخرجوا لكم هايلين وبخفاف خير من الخبز اللي تشروه من برا. كانت كيما هكا النتيجة هايلين. نقول لكم غير جربوها ونتلاقاو في وصفة سهلة وفي فيديو جديد. سلام.